قبل ما نبدأ الفيلم بفكرك تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل الملخصات الجديدة. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه باتريك، راجل ملامحه ناشفة كأنها منحوتة في صخر، رايح يقدم على وظيفة في شركة نقل أموال كبيرة. مدير الشركة بيقعد معاه وبيتكلم بنبرة كلها تحذير: يا باتريك، الشغل هنا صعب جدا، وعشان تنضم لينا لازم تكون بايع حياتك. لسه من شهر تقريبا كان عندنا 2 موظفين حرامية خلصوا عليهم في مهمة، ومش بس كده، دول خلصوا كمان معاهم على شاب كان معدي في الشارع ملوش أي ذنب. احنا الحرامية دايما بيشوفونا الفريسة، لأن عادة بيكون معاك على الأقل في العربية 15 مليون دولار، وده رقم كبير جدا يخلي أي حد يتجنن. باتريك بيبصله ببرود ويقول: ما تقلقش، أنا مستعد، ومليش أي حد في الدنيا يسأل عليا، ولا في حياة تهمني أصلا. بعد كده باتريك بيقابل زميله بوليت اللي بياخده عشان يعمل اختبارات التوظيف. في الاختبارات باتريك مش بيعمل كل حاجة صح قوي، في أغلب الاختبارات يدوب بينجح، بس كان واضح للي بيدقق إنه قاصد يعمل كده عشان ما يلفتش النظر. بوليت بعد كده بياخده يعرفه على زمايله ويسلموا العهدة ويعرفوا على طريقة وسيستم الشغل، وهنا باتريك بيعرف إن عندهم نظام أمني عالي جدا. بيتعرف كمان على شريكه سويت اللي بيظهر إنه مغرور جدا وطول الوقت بيتكلم عن الرجولة والجدعنة. باتريك بيطلع مع سويت وبوليت في أول مهمة نقل أموال. في الطريق سويت بيبدأ يستلم باتريك ويقول له: إيه يا هيل، ساكت ليه؟ متوتر وخايف على عمرك؟ ما تقلقش، أنا معاك، بس أهم حاجة تكون لابس الكفولة لحسن تعملها على روحك. رد باتريك كان غريب: لا عادي، وخليه يتكلم براحته، ده مهما كان عيل صغير وما ينفعش نلوم عليه. في تاني مهمة لنقل الأموال بوليت بيروح عشان يستلم فلوس من شركة صغيرة، بس فجأة ناس بيخطفوه وبيهددوا باتريك وسويت: نفذوا التعليمات وإلا هنخلص عليه. الحرامية قالوا له: ارموا الفلوس في العربية اللي جنبكم. باتريك بدأ يرميها، بس تعمد يرمي واحدة في الأرض عشان يصطادهم بيها. لما نزل واحد منهم ياخدها، باتريك اتحول لوحش وخلص عليه، وواحد ورا التاني خلص عليهم بشياكة، وبقى واضح إن الطلقة منه براجل وما بيهزرش. في الآخر خلص عليهم كلهم وأنقذ بوليت والفلوس، والأهم إنه عدى عليهم واحد واحد يشوف وشهم، لأنه واضح بيدور على حد معين. لما بيرجع الشركة بيحققوا معاه هو وكل اللي كانوا في المهمة. الكل مستغرب جدا من قدراته اللي مش عادية، ده يدوب نجح في الاختبارات بالعافية، ازاي خلص على 6 رجالة ب9 طلقات بس وما فيهمش ولا طلقة قلشت؟ باتريك رد ببساطة: عادي يعني، كنت متوتر شوية، ولما بكون متوتر بكون مركز أكتر. في النهاية بيوروه فيديو للحادث القديم وبيسألوه: تفتكر دول هم نفس الناس ولا دول غيرهم؟ رد وقال: لا طبعا، واضح إن ملهمش أي علاقة، دول محترفين أكتر. المحققين الفيدراليين لما مشوا اتصلوا برئيسهم وقالوا له: احنا كده اتأكدنا إن هو ده الشخص اللي الحكومة بيدوروا عليه من 25 سنة، احنا نقبض عليه بقى قبل ما يسرق المكان. رد عليهم: يا أغبية، ده مش محتاج فلوس عشان يسرق، وبالطريقة دي هو له هدف تاني، سيبوه لحد ما نعرف هو ايه. بالليل في نفس اليوم واحدة جابت لباتريك ملف كامل فيه كل بيانات الناس اللي بيشتغلوا معاه في الشركة، وتقرير طبي لحد فارق الحياة في الحادث القديم، واضح انه يخصه قوي او غالي عليه. تاني يوم أصحابه في الشغل استقبلوه استقبال الأبطال بالتسقيف والتقدير والشكر. بعد 3 شهور من الشغل حرامية تانيين بيحاولوا يسرقوا الشاحنة اللي فيها باتريك، بس الغريب جدا اللي حصل إنهم أول ما شافوا وشه طلعوا يجروا كأنهم شافوا شبح أو حد يعرفوه كويس. المدير وصاحب الشركة لما عرفوا مش مستوعبين وبيسألوه: طب إزاي؟ اشرح لينا أي حاجة،
انت شبح مثلا. تاني يوم بوليت بيتكلم مع سويت وبيحكي له على اللي حصل، وقال الراجل ده مش طبيعي، كأنه روح مظلمة أو شبح بيخوف كل اللي حوالين منه من غير ما يتكلم. واضح إن جواه غل وانتقام وكره للحياة، كأنه رافض إنه يعيش وبايع عمره. إنسان غريب ووراه سر كبير. باتريك بيروح لبنت اسمها دانا من اللي بيشتغلوا معاه، هو شاكك فيها إن يكون عندها سر، وبيلاقي عندها فلوس كتيرة. بيسألها انت جبت الفلوس دي منين، وبيهددها إنه هيخلص عليها وعلى أهلها لو ما تكلمتش وقالت الحقيقة. هي قالت له إنها سرقتهم من الشركات اللي بياخدوا منها الفلوس، وملها أي علاقة بحد ولا باللي بيدور عليه. هنا بيرجع الفيلم فلاش باك لقبل 5 شهور عشان نعرف السر. باتريك كان عنده ولد وحيد، وفي يوم كان خارج معاه لوحدهم لأنه منفصل عن والدته. باتريك بيظهر إنه بيحبه جدا ومربيه تربية مختلفة تماما. باتريك بينزل يجيب حاجة ياكلوهم من عربية في الشارع، ابنه بيحبها وبيسيب ابنه في العربية. في نفس الوقت ده في حرامية بيسرقوا عربية أموال قديمة، وقفوا في نفس المكان بالصدفة ونزلوا ابنه من العربية، وواحد منهم خلص عليه. باتريك بيشوفه وبيحاول يلحقه، بس نفس الشخص بيضرب باتريك كذا طلقة وبيترمي على الأرض ويفقد الوعي. بعد 3 أسابيع باتريك بيفوق في المستشفى بمعجزة، بس بيعرف إن ابنه مات. بنعرف بعد كده إن باتريك ده مش أي حد، ده زعيم عصابة كبير، وكان شغال في سرقة شركات الأموال زي الناس اللي قتلوا ابنه. قرر ينتقم من كل الناس دي، وخلص على أي حد في البلد يمكن يكون له علاقة، احتمال ولو بسيط. كل زعماء العصابات في المدينة تقريبا صفاهم، مش بيسيب أي حد احتمال 1% يكون له علاقة. لكنه بيبقى حاسس إن المجموعة اللي عملت كده محترفين أكتر بكتير من الناس اللي موتهم، والحل الوحيد عشان يوصل لهم يشتغل في الشركة، لأن أكيد في حد خاين هناك هيوصلوا ليهم. بنعرف من الفلاش باك إن في مجموعة من القوات الخاصة السابقة هم ورا كل اللي حصل. زعيمهم اسمه جاك، وواحد من أهم رجالته اسمه جان. كلهم محترفين جدا، بس تقاعدوا ودلوقتي مش قادرين يشتغلوا أي حاجة تانية غير المهمات، فقرروا يسرقوا شاحنات نقل الأموال. في اليوم اللي كان فيه ابن باتريك، حارس الأمن حاول يتعامل مع جان، فجان اضطر يقتله، ووقتها وشه اتكشف وابن باتريك شافه، فقرر يقتل الولد عشان ما يبلغش، وضرب باتريك لما قرب. بنرجع للوقت الحاضر، جاك بيجمع فريقه وبيقول لهم احنا المرة دي هنعمل عملية جديدة هتغير حياتنا 180 درجة. ليه نسرق عربية فلوس واحدة لما ممكن نسرق الشركة نفسها؟ في ختام السنة هيكون فيها تقريبا $1 مليار، ولينا واحد في الشركة هيساعدنا وهيقسم معانا. يوم التنفيذ جه، والمدير جمع الموظفين وقال لهم النهاردة ختام السنة المالية، عايز كل واحد يكون حذر ويلتزم بالتعليمات بالحرف. في آخر اليوم بوليت في الطريق بيقول لباتريك بص يا باتريك، أنا خاين ومعايا مجموعة من أفضل رجالة القوات الخاصة السابقة، وبساعدهم يسرقوا الشركة. ساعدتهم المرة اللي فاتت لما قتلوا 2 من صحابنا بالغلط والشاب اللي كان في الشارع، والنهاردة يوم الحصاد الكبير، وانت كمان هتشترك معايا غصب عنك. مسدسك دلوقتي فاضي، أنا مفضيه، وهم حوالينا، هتساعدنا ندخل الشركة، فما تحاولش تتهور. باتريك سأله لو رفضت، رد عليه هنخلص عليك حالا. بوليت بيعطل الكاميرات وبيكلبشوا باتريك وبيركبوا العربية معاهم عشان يعدوا من النظام الأمني. باتريك كان مضطر يساعد العصابة عشان يجيب حق ابنه، لأن أكيد جان معاهم. بيدخلوا الشركة وفريق جاك بيسيطر على المكان بالقوة وبيشتبكوا مع الحراس. الموضوع مش سهل، بس جاك كان عامل خطة عبقرية حاسب فيها كل ثانية. بيكتفوا باتريك وبيرموه في الخزنة،
وبيحطوا جنبه حارس ما يسيبوش. باتريك بيستغل فرصة وبيخلص على الحارس اللي معاه ويفك نفسه، وبيبدأ يتعامل مع العصابة واحد واحد. كل واحد يموته لازم يعري وشه يتأكد هو مين، لأنه بيدور على جان. بيدخل في معركة مع واحد منهم كان قوي جدا. باتريك اتضرب وأخد طلقة، بس في النهاية قتله وأخد سلاحه. بدأ يصطاب باقي الفريق، والأكشن بقى ليفل الوحش. بوليت طول الوقت بيغدر بأصحابه، وقدر يضرب باتريك كذا طلقة خلاه يفقد الوعي. العصابة بيهربوا بعربية الفلوس، والشرطة وراهم في مطاردة مجنونة، بس بيهربوا لنفق سري تحت الأرض. هنا جان بيقتل قائده جاك عشان طمعان في الفلوس، ومش بيتبقى غيره هو وبوليت. بوليت حاول يغدر بجان، بس جان كان أسرع وقتله. جان أخد الفلوس كلها وراح بيته مبسوط. وهو قاعد في البيت فجأة بيلاقي موبايل بيرن وسط الفلوس، وبيبص وراه بيلاقي باتريك واقف زي الشبح. باتريك قال له: أنا مش جاي أخد الفلوس ولا هسلمك للعدالة. اقرأ التقرير ده بتاع وفاة ابني. طلقتين في القلب، وواحدة في الطحال، وواحدة في الكبد. أكيد عرفت دلوقتي هيحصل لك إيه. باتريك خلص عليه بنفس الطريقة ورجع حق ابنه. في الختام باتريك سلم المكان للمحقق الفيدرالي وقال له: رجع الفلوس لأصحابها. انتهى دوري في اللعبة. لو وصلت هنا اكتب تم في التعليقات.